صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في طبخ وتدابير مامي. حبيباتي الغاليات، نتمنى الفيديو تاعنا اليوم يلقاكم بصحة جيدة وبأحسن الأحوال إن شاء الله. كما راكم تشوفوا من مدينة تولوز زدتكم معايا في فسحة إلى نهر لاغارون. كاين بزاف اللي ما يعرفوش، وهذا نهر كبير يعني موجود بفرنسا، وهنا يمر على مدينة تولوز يعني في وسطها، وجاي نهر كبير. يعني كامل السواح اللي يروحوا لتولوز كامل اللي يروحوا يصوروا هذا المناظر الجميلة، يعني يصوروا هذا لاغارون. وكاينة ما يعني منطقة سياحية تحب تقعد مع الطرف، يعني يحب واحد يشرب قهوة ياكل لي كلاص ويعني يستراح ثاني. يعني هكذا كي تقعدوا مع الطرف وتستراحوا، يعني ما شاء الله. ومن مدينة تولوز جبت لكم وصفة الخدود البقري. راح تقولوا لي كيف رحتي لفرنسا رحتي طيبي خدود البقري ولسان البقري. انا كنت كان الشتا والبرد، كنت نقصر مع وليدي وقلت له ما يولم غير اللحم البقري، عفوا لسان البقري ولا خدود البقري في هذا البرد. هو غدوة من ذاك راح جابهم لي وطيبتهم، ولسان انا درت معكم فيديو راكم شفتوه. واليوم راح ندير معكم خدود البقري، وكما راكم تشوفوا يعني درتهم شطيط حاب الحمص، جاني بنين وطري ويذوب في الفم. وزدت معاه خبز الكوشة، هذا الخبز اللي جاني قطني راح نقسمه قدامكم وتشوفوا كيفاه جا. يعني درتو بالسميد ودرت له غير شويه تاع فرينه، ما كثرتلوش فرينه وبلا ما عجنتو. يعني طريقه، وان شاء الله خطر خير راح ندير معكم فيديو. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما قلت لكم راح ندير معكم خدود تاع البقري، وكي نديرو هكذا يعني هكذا طبسي تاع الجواز يعني شطيطها ولا ما يولي منا غير خبز الدار. يعني هكا كامل هذا لازم الوصفات هذو، او عفوا هذا الاطباق يسحقوا يتغمسوا. على ذيك انا عجنت معهم خبز الدار، ودوك راح نبداو في الفيديو. وهذا يعني الوصفة سهلة، انا درتها هكذا قدمتها ليه ما يعرفوش يطيبوه ولا عمرهم ما طيبوه. راح نوريكم الطريقة سهلة كيف راح تطيبوه. ولا هنا بعد ما قطعته يعني هو يجي مقطع، تجي طرف كبار وانا زدت قسمتهم يعني هذوك طرف على زوج هكذا باش يجوني شويه صغار. وكنت شللته مليح بالماء والملح والخل. ولا هنا جبت كوكوط مينيت درت فيها شويه خل، بريجة تاع قارص، وريقة تاع الرند، وسنينة ثوم. هذا واش درت فيها، عفوا ودرت فيها شويه كمون والملح لهنا. دوك نشوف شحال يعني الملح لازم نديرو له باش يطيب بالملح. ودوك نديرو هكذا فوق النار خليه يغلي. هو لازم يغلي من قبل، يعني كما نعرفو كما الزليف، يعني ماشي كيما اللحم يطيب مباشرة. ولا هنا شوفوا يعني درت له الماء قسما يتغطى برك هكذا وما نغفلوش عليه. يعني هو ما بطاليش في الطياب، كي درتو طاب ما بطاليش. ودوك نغلق عليه الكوكوطة ونخليه يطيب. وان شاء الله نتمنى الوصفة تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. يعني كما قلت لكم انا جاي غير الشتا والبرد، هذا واش يعلم منين داك واحد يدير الزلي تاع البقري مع اللوبيا ولا هكذا خدود. شطيت حب الحمص كما درتو انا. يعني دير الحاجه اللي تكون فيها ليدام ولا تكون شويه ثقيله هي اللي تولم في البرد. ولا هنا بعد ما جازت يعني نص ساعه برك كان طاب، لان كنت خايفه ما يبطى باش يطيب. ولا بعد نص ساعه برك حليت عليه كي دخلت هكذا فيه الفرشة لقيته طاب وجا ذايب زبده، يعني ثم يتفتت وحده. شوف كيفاه جا. ودوك راح نوجدو يعني نكمل نطيبو. ولا هنا كنت جبت كوكوط مينيت، يعني هذه بعد ما صفيته كامل عاود شللتها وعاود رديته فيها. درت شويه زيت، وهو ما يجيش ميدوم بزاف، يعني كاين اللي يتخوفوا يقولك يجي ميدوم ولا ما يجيش ميدوم. هنا الخدود درت شويه زيت، شويه ثوم، مغرفه تاع طوماط كونسونطري، وشويه هريسه. ولا هنا درت شويه كمون، ودرت التابل تاع المرقاز. يعني هذو هما اللي درتهم. وهكذا نبدا نقلي فيهم بالعقل، يعني بلا ما نخلي ديك التوابل ولا الثوم تنحرق ولا، يعني غير هكذا بالعقل نقليها مليح مليح. ولا عفوا ولا هنا زدت لها شويه حميصه. هنا الحميصه ما كثرتش بزاف حتى ما يحبوش ياكلوها، وكانت جامده على هذيك خليتها هكذا مع هذيك الدرسه تزيد تقلى مليح. ودوك نديرها غير شويه تاع الماء، يعني باش هذيك الدرسه ما تنحرقليش برك، ونقليها تقلى مليح مليح. يعني حتى نشمو هذيك الريحه تاع التوابل نشموها.
يعني ما نديروش بارد في بارد. وهكذا دوك نزيد نجيب الماء ونقليه، يعني نزيدلو شويه ماء. يعني كما راكم تشوفوا وصفه ساهله. دوك هكذا ندير شويه ماء ونزيد ندير هذوك الطرف، يعني نخليهم يغلوا شويه عفوا. يعني ما نديروش هذاك الطرف تاع اللحم، ما نديروهمش يعني تاع الخدود هذوك، ما نديرهمش مباشره هكذا. نتوما راهم مسخونين، ما نديرهمش في الماء بارد باش ما يتقرسلوليش. يعني نخلي هذيك المرقه حتى تغلي شويه باش ندير هذاك اللحم. ولا هنا راكم تشوفوا، هنا راني عجنت الخبز وكنت نقلب فيه. ولا هنا بعد ما غلات هذيك المريقه، دوك ردت هذوك الطراف تاع الخدود هذوك. ولا هنا راني درت الملح، يعني الملح ما حبيتش ندير من الاول، خاطر كيما تعرفوا طيبته بالملح والخل كامل. يعني الملح ما نكثروش حتى كي يغلي نذوقو باش نديرو الملح. ولهنا درت هذوك الطراف تاع خدود، يعني شوف ما شاء الله يعني جا زاكي. هكذا ندير مع الحميصه. ونشوف لا كان خصني الماء ولا نزيد له شويه ماء ونخليه يتجمر. يعني هو راه كلش طيب، الحميصه راهي طيبه، هذاك الطراف تاع اللحم راهم طيبين ثاني، يعني غير خليه باش يتجمر ويشرب مليح هذيك الدرسه. هذا ما كان، يعني هو كذا غليته بالكمون والراد وسنينة، يعني سنينة تاع الثوم وكامل، ما جاش صامت. يعني تحبوا تاكلوه هكذا تقدروا تاكلوه. ولا انا كي ضغطوا شتو شويه من السوس، زدت له شويه تاع الملح. ودوك هكذا نغطي عليه ونخليه يتجمر كما قلت لكم. ونتلاقاو في مائدة التقديم ان شاء الله. هكذا نزيد له الماء قسم ما يتغطى بركة، ما نكثرولوش الماء بزاف لاخاطش هو ما يجيش مايع، لازم يجي شويه ناشف. والخبز تاعي في نفس الوقت كان طاب. يعني شوف كيفاه جا. هنا دوك قلبته ودوك نزيد نقلبو باش يتحمر. ولا هنا بعد ما جازو 10 دقايق هكذا كان تجمر. يعني شوف كيفاه جا، يعني فيه غير شويه مرقه وتشرب كامل هذاك الدرسه كامل. والخبز راهو طاب، يعني ما شاء الله. شوف كيفاه جا وجا خفيف. ودوك هكذا كيسمى القشره تاعو راه يابس من برا. دوك نغطيه بسربيته، يعني مع الطوغشون نغطيه من الفوق باش القشره تاعو تولي طريه ما تبقاليش يابسه، باش يجي طري. وفي الاخير انا قدمته في صحن التقديم. يعني شوف كيفاه جا، ما شاء الله جاي شاهي، وخاصة مع خبز كوشة هكذا. يعني اللي يحب ياكل يغمس. ونتمنى الوصفة تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ولا عجبتكم عفوا، ما تنساونيش بلي جام، وتخلوا لي ارائكم في لي كومونتير. وما تنسوش اشتراك في القناة اللي مازالوا ما اشتركوش. يعني شوفوا الخبز كيف الله 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 كيفاه جا. يعني هذا هو اللي والم مع الزليف تاع البقري او خدود البقري. يعني هكذا باش تقدروا تغمسوا وتاكلوا براحتكم. وفي الاخير نقولكم الى اللقاء، الى الملتقى مع وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.